السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله معانا في وصفة النهاردة هنعمل وصفة الاستريبس بطريقة جميلة جدا زي بتاع المطاعم بالظبط، قمة الجمال والروعة. معانا صدر فرخة مغسول كده في حدود نص كيلو، معانا كيس خلطة البانيه من ماجي، معانا توابل بصل بودر، بهارات فراخ، توم بودر، فلفل اسمر، مكعبين مرق، معانا مية بصلة مبشورة، وحاطين عليها ايه كوباية مية كمان. تمام. دي كل مقاديرنا اللي هنعمل بيها، وهيطلع حاجة يا جماعة آخر عظمة، ما شاء الله خطير، مش هتشتروا استريبس من بره تاني. تمام. هنقطعه كده بقى ايه صوابع زي ما احنا عاوزين. طبعا الشكل متعرف عليه للاستريبس الصوابع دي، وما شاء الله رملنا كمية جميلة جدا. يعني هو الصدر اللي انا جايباه ده في حدود 500 جرام، يعني مش جايباه اكتر من كده. طبعا انتوا عارفين الفراخ بقت غالية ازاي، فعلى قدر الامكان بقى بنحاول ان احنا ايه نلم الامور كده ونفرح عيالنا، بس ايه باللي نقدر عليه. ماشي. وصفة ولا اروع يا جماعة. شوفوا انتوا بتجيبوا الكيس من بره، لو هيتباع في السوبر ماركت شوفوا بيتجاب بكام، هتلاقيه ب 300 جنيه دلوقتي ولا ازيد. تمام. انا بقالي زمن والله يا جماعة ما بشتريش اي حاجة من المصنعات تماما، قطعتها من زمن كبير. بقيت اعمل كل حاجة في بيتي زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. حتى لو انا هزود اي حاجة من البيت، بس انا عارفة وضامنة انا بعمل ايه. قطعناها صوابع كده زي ما حضراتكم شايفين كده، ولو حسيتوا انه الصباع الاستريبس طويل بنقسمه اتنين، مفيش مشاكل. لو قطعة سميكة برضو بنقسمها اتنين. تمام. دي بصلاية مبشورة ومصفينة، وزودنا عليها كوباية مية عشان خاطر احنا محتاجين مية ايه كتير عشان لما نيجي نقليه بأمر الله. تمام. هنجيب دلوقتي بقى الطبق اللي هنتبل فيه. طبعا احنا طبعا ايه متبلاه من الظهر كده، وقبل الفطار كنت هقليه بأمر الله. نزلنا كده بمية البصل مع كوباية المية اللي احنا حطيناها عليها، وهننزل بتتبيلة ماجي. تتبيلة البانيه دي يا جماعة والله العظيم بتديكوا طعم البانيه الخارجي بتاع الشركات. ده سر الطعم بتاع البانيه الشركات. والتوابل طبعا عشان احنا حاطين مية زيادة، فايه بنزود توابل عشان خاطر تدينا طعم اعلى وتست اعلى في نكهة الستريبس. تمام. بندوب بقى كله كده. عاوزين تعملوها بكيس التوابل لو كمية بسيطة ومية بس، مية البصل بس، مفيش مشاكل. بس انا عشان خاطر كمية الاستريبس ما شاء الله رمى معايا، فانا ايه بحب ازود توابل تانية. واحنا كده كده الحاجات دي كلها عندنا في البيت، يعني الفلفل الاسمر والبصل والثوم شوية ملح او مكعب مرقة على حسب، بس ما تستغنوش عن كيس الايه توابل اللي هي بتاع البانيه دي، هي دي اللي بتديك الطعم الاصلي بتاع المحلات بره. تمام. نزلنا بقى كده بالستريبس، وهنسيبه بقى في التلاجة لحد ما يجي ايه قبل الفطار بقى ايه نطلع ونعمله. وطبعا هتبقى الخلطة بتاعته هننزل بكمية دقيق حلوة كده كده، كنا قبل المغرب قبل الفطار يعني. ده 3 كوبايات دقيق على كوباية نشا. النشا بيبقى كتير شوية ليه؟ عشان هو سبب القرمشة يا جماعة. وبنحط عليه نفس التوابل. الدقيق ده بنبهره بنفس التوابل اللي احنا بهرنا بيها الايه الستريبس. بنحط فلفل اسمر وبصل وتوم وبهارات فراخ وسنة ملح صغيرة. تمام. بنطلع كده صوابع الستريبس من الطبق التاني. وفي برضو فكرة تانية ان احنا ممكن نعمله في الكيس، بس انا طالما عندي الاطباق واسعة زي الانجر كده بيبقى بالنسبة لي اسهل عادي يعني. بحب انا اطلع من هنا لهنا. هتشوفوا شكله وجماله حاجة يا جماعة قمة الجمال وقمة الروعة. وجربوه بطريقتي وان شاء الله يعجبكم وتدعولي بأمر الله. وكنت عاملة جنبه بقى رز مبهر اللي هو الرز الأصفر اللي هو البسمتي. كانت أكلة جميلة وعجبت الأولاد جدا وبقوا مبسوطين جدا بيها، وأنا على طول بعملها صراحة. وأنا عملتها في القناة قبل كده كتير، بس حبيت أفكركم بيها طبعا لأن أنا إيه قلت هعملها، مفيش مشاكل لما بنذكر بعض بالوصفات. بصوا بتبقى مجزعة ومخرفشة ازاي. نحط في الطبق على طول ونكون مسخنين الزيت. مش بنحط كله على بعضيه، يا دوب بنعمل جزء
بننزل في قلب التتبيلة بتاع البانيه تاني عشان نعمل لها ايه كفر ايه مرتين، ونقوم جايبينها تاني في قلب الدقيق والنشا، ونقوم ايه حاطينها بقى في الطبق. ما بعملش اكتر من كده. عاوزة تعملي كفر اكتر من كده ممكن تحطيها ايه 3 مرات وترجعي وتحطي وكده وهكذا. يعني ايه، يا رب يكون المعلومة وصلت. هي الطريقة واضحة قدام حضراتكم اهي، وهتدينا نتيجة ممتازة ما شاء الله. عايزين تعملوا بقى مكرونة تاكلوها في شندوتشات فينو، تاكلوها مع رز اصفر زي اللي انا عملته كده. كنت نزلت باول طاسة اهو طبعا عشان كان ايه خلاص يعني فاضل حاجات بسيطة على الاذان، فكنت مستعجلة يا دوب الزيت سخن نزلت وعقبال ما نقلت الكاميرا وكان ايه ابتدى يتحمر اول وش، وبقلبه معاكم اهو هتشوفوه بقى ايه بعد ما يخلص. وكنت انا عملت الرز طبعا عملته معاكم كتير في القناة. ما شاء الله حلوة جدا، وصفة جميلة بترمي كمية حلوة وبتعجب الأولاد قبل يعني بتعجب الكبار قبل الصغار. بصوا ما شاء الله ماسكة نفسها ومقرمشة ازاي، طبعا عشان النشا اللي احنا حطيناه. يعني انا حطيت 3 كوبايات دقيق على كوباية نشا، تمام، وحطيت نفس التوابل اللي انا حطيتها في الستريبس. مش مرق، مش خلطة البانيه، لا حطيت برضو زي ما انا حكيت لكم كده. لازم الدقيق بيبقى متبهر برضو عشان ايه كله ياخد من الطعم ويبقى طعمه حلو من كل الايه الاتجاهات. دي كانت اول طاسة معانا كده. طبعا يعني ايه انا بعمل طاسة طاسة، يعني بخلص جزء وارجع اتبل جزء تاني وانزل بيه، اكون مجهزاه في الطبق، تمام، عشان خاطر ايه القرمشة اللي فيه دي تبقى ايه تبقى جاهزة كده ما تروحش مننا. دي تاني طاسة انا كنت عملتها وانا واقفة. اللهم بارك، رملنا كمية حلوة جدا. ده كده برضو اول ما اتحمر قلبناه على الوش التاني. يا رب يكون وصفة الاستريبس النهاردة عجبتكم، حاجة كده اخر جمال بتاعت افخم المحلات. ولازم تجربوا الوصفة بتتبيلة البانيه يا جماعة، خطيرة. كيس تتبيلة البانيه ده ب6 جنيه ونص. يا ترى بقى هل هو غلي دلوقتي مع غلا الحاجة اللي غليت ولا لا؟ يعني انا جايباه من اول رمضان ب6 ونص، بستعمله على طول عندي. فجربوه كده وشوفوا الدنيا فيها ايه، وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. طعم وجمال ونظافة وحاجة اخر حلاوة صراحة. الف هنا وشوف على قلوبكم حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا ايه يعني طول رمضان اهو. بصوا ما شاء الله شكل بقى ولا اروع. بصوا الجمال. وجنبيه بقى الرز الاصفر. ده كان شكله النهائي الاستريبس بتاعنا. بوريكم ان هو مقرمش قد ايه. بصوا تبارك الله، خطير خطير. وطعمه بقى مش قادرة اقول لكم على الجمال، زي طعم المطاعم الاستريبس في المطاعم بتاع اللي بره واجمل كمان. وده الرز اهو. وده كانت وصفتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.